هيكون في استاد يليق بتاريخ واسم النادي المصري اللي بتعمله الدولة المصرية. شكرا جزيلا. شفنا في تصميمات يا فندم معلش منطقه استثماريه، هل ليها جزء من الايرادات للنادي المصري؟ انا كنت كلمت كده دوت، يعني هو جمهور بورسعيد وشعب بورسعيد عايز استاد نادي مصري ولا عايز منطقة استثمارية؟ يعني يبقى ايراد للنادي. انا بقول لحضرتك احنا بنتكلم على نادي نلعب فيه ولا بنتكلم على استثمار عشان خاطر نجيب ايراد؟ دي مرحله لاحقه والارض بتاعت الاستثمار موجوده، ان شاء الله نشوف المستثمر اللي يليق انه ياخدها وان يقدر يعمل الحاجه دي. داخل النادي المصري بيقال مطالب ان استمرار الدعم معالي محافظ بورسعيد للنادي المصري. هو يعني لو عارفين ان حضرتك يعني اتبرعت باكثر من 30 مليون او ساعدت النادي المصري باكثر من 30 مليون. حضرتك النادي المصري ان احنا من ساعه ما جينا واحنا بندعم النادي المصري، ودي تكليفات سياده الرئيس ان احنا بندعم النادي المصري حتى وقتنا هذا وانا واقف معاك النهارده. في دعم جديد وصل للنادي المصري او هيوصل للنادي المصري يا فندم؟ هو انا مش هقول ارقام عشان مجلس الاداره عارف الارقام اللي دفعت حتى الان ايه ولسه هتدفع كمان. رايك في موقف النادي المصري في جدول الترتيب حاليا مع كابتن حسام حسن؟ انا بحب اقدم كل الشكر والتحيه والتقدير لمجلس اداره النادي المصري على راسهم مستر كامل ابو علي، وبقدم كل الشكر والتحيه لكابتن حسام حسن وابراهيم حسن الجهاز الفني العظيم الموجود دوت، وبقدم كل الشكر والتحيه للعيبه. احنا موجودين النهارده في ظروف صعبه قوي، وفي نفس الوقت النادي المصري طول عمره في المربع الذهبي، وان شاء الله السنه دي ان شاء الله هيكون في المربع الذهبي عشان ما عندنا مجلس اداره محترم، عندنا جهاز فني واداري محترم. انا اتوقع ان شاء الله نتائج كويسه ان شاء الله. نتائج زياره دعم من حضرتك للجهاز الفني واللاعبين اكيد. هو انا بقول لحضرتك النادي محافظه بورسعيد انا بقول لحضرتك في هو محافظه بورسعيد بتدعم استاد النادي المصري في خلال 18 شهر ب 250 مليون جنيه، غير الدعم اللي المحافظه بتقدمه للنادي المصري ومجلس النادي المصري. شكرا جزيلا.